بلاد النوبة كانت عبارة عن 3 ممالك. لما دخلت المسيحية فيها في منتصف القرن السادس. يا عاطف، من أين أتى المسيحيين الذين دخلوا النوبة؟ ما هي جنسياتهم؟ وكيف دخلوا؟ وكيف تعامل معهم أهلي في النوبة التي كانت تدين في ذاك الوقت بإيزيس وأوزوريس وحوريس وآتون وآمون ورع؟ القرن السادس 542 تقريبا. استمرت لأكثر من 150 سنة أو 140 سنة، واندمجت المملكتين الشماليتين علشان يكونوا جبهة أمام الغزو القادم من مصر، الغزو القادم من مصر، أو أمام المد الإسلامي القادم إليهم من مصر. المد الإسلامي القادم من مصر. وماذا عن المد المسيحي الذي غزا أهل مصر في النوبة؟ كان في النوبة عندنا بيتراوح ما بين 7 إلى 8 إلى 13 أسقفية. 13 أسقفية؟ أيوة، كان عندنا لا يقل عن 145 كنيسة. 145 كنيسة؟ معظمهم في الجزء الشمالي اللي هو في الجزء المصري. مفيش جزء مصري وجزء مش مصري، بلدنا كلها اسمها مصر يا عاطف. عندي قوائم من الأساقفة لإبرشيات ظلت لقرون لاحقة حتى. ال13 أسقفية وال145 كنيسة يا عاطف اتبنوا بموافقة أهلي في النوبة ولا اتبنوا غصب عنهم؟ يعني فيما بعد سوف أتحدث عن أشياء مثل هذا القبيل، لكن في 1324 بيعد عندي عملية إسلاميزيشن للنوبة. إسلاميزيشن للنوبة؟ يعني حلال يبقى فيه مسيحيزيشن للنوبة وحرام يبقى فيه إسلاميزيشن للنوبة؟ في إيه بالظبط يا عاطف؟ انت مصري يا ابني ولا ايه؟ نشأت اللغة النوبية بترجع إلى العصر المسيحي. وقبل الغزو المسيحي للنوبة أهلي في النوبة كانوا بيتكلموا ايه؟ ولا ما كانوش بيتكلموا خالص؟ ولا كانوا بيشاوروا بس؟ قبل ما أنهي الإجابة بتاعة هذا السؤال، إن النوبة المسيحية هي عبارة عن ناقوس. شوف كده يا عاطف، شوف ازاي رسم المسيحيين الأوائل على المعابد لمحو المعارف والعلوم الفرعونية بتاعة جدودنا، أقصد بتاعة جدودي. مسيحية النوبة أفرزت لنا الكثير من إن النوبة المسيحية هي عبارة عن غزو القادم من مصر. ليه يا عاطف عايز توقع بين المصري المسيحي والمصري المسلم؟ ده احنا اخوات يا ابني وأهل من مئات السنين.